النهارده وجها لوجه وعلى قهوة فايق في هذه الحلقة. بيسعدنا ويشرفنا للمواجهة وللشفافية أن يكون مشرفنا النهارده الأستاذ عمر أمين الشعلة رئيس نادي الشعلة. أهلا وسهلا بك يا أستاذ عمر. اهلا بيك يا ابراهيم، وشرف لي ان انا اكون معاك النهارده. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله زي الفل؟ زي الفل الحمد لله. شايك، قهوتك، أكلك، كله تمام؟ انا مبسوط ومتابعك على طول. دي حاجة. متابعك على طول، ونفسي كنت اقعد في القهوه دي والله من زمان. أنا الأول بس بحييك على شجاعتك ومبسوط إن أنت جيت رغم إن أنا انتقدتك كتير الفترة اللي فاتت يعني. لا بالعكس، انا حابب ان يبقى في شفافيه ما بيني وما بين جماهير الشعله. ده اللي ابويا الله يرحمه عود الناس عليه، وباذن الله يعني ربنا يكتب لنا النجاح في اخر الموسم. صدرك واسع للأسئلة كلها ولا؟ يا مسهل يا رب. يا مسهل. نجرب. جماهير الشعلة شايفة انه لحد دلوقتي باللي انت بتقدمه تقييمها ليك انك رئيس نادي، انا اسف يعني في اللفظ، فاشل. لا يا ابراهيم معلش، انا اسف، انا ما اسمحلكش. انا مش فاشل، انا ممكن اكون غير موفق. بس انا هديلك فرصة واحنا على الهوا وانت بتكلم كل جماهيرك انه على الاقل تعتذر عن طقم الحلل اللي انت جايبهم يكونوا موجودين في الفريق. بص، هو انا يعني مش هعتذر عن فشل انا شايفه ان هو ما حصلش. انا ممكن اعتذر ان انا غير موفق. مش حافظ غير موفق. مش فكره مش حافظ. بص يا ابراهيم، انت لو جايبني هنا يا سيدي الفاضل، انت عندك فرقه جايب فيها مجموعه من اللعيبه المعتزله لاممهم من القهاوي ومن السجون، يعني هل انت بتشوف فشل بعد كده؟ انت لو عندك مشكله في المشاهده وجايبني عشان تعمل ترند. لا 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 لا, لا انا برنامجي محتاج ترند ولا انا محتاج اللقطه ديت باي حال من الاحوال. يا دوري الابطال معاك حكايه ولا ايه؟ شوف بقى الجدع ده كابوسي، فايق وفاير وفايت تفلت. افلت ازاي؟ انا هقول لك بعدين. فوق وراس من ورصص وتلت، هو ده الكلام. ورفعت انت الازمه. بتصور يا برنس؟ بصورك فيديو ليه؟ هينفع؟ هنحتاجه بعدين. انا اسف يا عم فهد. ايوه كده. ازيك يا بسيط؟ عم بسيط. ازيك يا نجم؟ عامل ايه يا عبد؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله هو